بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل محشي كرنب. لو عايزين لو عايزين تعرفوا كل تكاته وكل اسراره، اتفضلوا معايا النهاردة في الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفضلوا معايا. واول حاجة يا حبايبي، احنا لما بنشتري الكرنبة بنجيبها اللي هي المكبوسه، يعني ما بتجيبيهاش مفرعه كده وفاضيه من جوه، لا انت بتجيبيها يا حبيبتي مكبوسه. بصي بتعملي كده، بصي ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتبقى ايه، بتطبل معاكي، بتبقى جامده كده. تمام. انا جبت الكرنبه ديت اللي هي الكرنبه وسط ديت، هتعمل في حدود حله كبيره او حلتين وسط، ماشي. وجبت الكرنب، محشي الكرنب عشان يكون ناجح بتجيبي له ب2 جنيه خضره، ماشي. انا جايبه 6 حزم خضره، هاخد منهم بس حزم عشان خاطر هعمل فراخ مشويه، ماشي. وال5 حزم دول تمام، دول هغسلهم وهيتنضفوا كويس، وبعد كده ايه، هتقطعوا حتت صغيره وهوريكم احنا هنعمل بيهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبايبي انا فتحتها من بعض. انا بحب ان انا لما اجي اسلقها افتح الورق من بعض. ليه؟ لانه ما بياخدش وقت كتير في السوى. وممكن انت على حسب محبتك، انت عايزه تحطي الكرنبه كلها في الحله بنفس الطريقه، بتقصيها نصين، بتقطعيها نصين بالعرض او بالطول براحتك. المهم الاول بتشيلي منها اللي هي الجزء ده، بتسلكيه من الكرنبه، وبعد كده عايزه تفك الورق شويه بشويه بالمنظر دوت، ماشي. عايزه تقصيها نصين بالطول او بالعرض وتفك الورق براحتك. وبعد ما بنفك الورق ببقى مجهزه على البوتاجاز حله ميه فيها اكتر من نصها ميه. وتعالوا دلوقتي هوريكم الحله وانا حطاها ده يا حبايب قلبي. شكل الحله انا حاطه فيها اكتر من نصها ميه، ماشي. وهي كده الميه بدات تسخن. اول ما بتسخن بحط معلقتين ملح صغيرين ومعلقه توابل وبهارات. ليه بقى؟ في ناس بتحط ملح بس، انا بحب احط التوابل والبهارات مع في ميه سليق الكرنب. بحس انها بتدي للورقه نفسها طعم. لما بتيجي تتحشي بتبقى طعمها احلى من ان انا احط ملح بس. وكده انا هستنى الميه لما تبدا تغلي، وهبدا انزل فيها مجموعه من الورق. ودلوقتي هوريكم الشكل مع بعض. وبكده يا حبايبي قلب الميه غليت، وانا حطيت الورق اللي هو الاخضر الغامق الاول، بنحطه الاول تمام. وبتخليه بس مجرد 3-4 دقايق. ليه احنا بنخليه 3-4 دقايق؟ عشان خاطر يتسلق، ما تزوديش عن كده، عشان خاطر الورقه لما بخرجها من الميه من الغليان وبحطها هنا في الصينيه، الورق كله بيتحط على بعضه، فبيرجع بردك تاني يستوي بالسخونه بتاعه الورق مع بعضه. لكن لو انا هريته هنا اهوت وجيت حطيته هنا، هحتاج ان انا ارجع اشطفه واعمل له حوار تاني. فلا كده احنا انا غسلت الورق دوت قبل ما احطه تمام. وبعد كده بديله الغلوه اللي هي 3 دقايق ديت، وبعد كده برجع احطه في الصينيه ديت. بعمله كده، برفعه بالمقصوصه تمام. انا هرفعه بالمقصوصه وهحطه في الصينيه لان انا مش عارفه امسك الكاميرا وفي نفس الوقت اشيل. بصوا يا حبايب قلبي، ده الطماطم اللي انا قطعتها. انا قطعت كيلو طماطم او كيلو وحبتين، يعني زي كيلو وربع كده. بحب اقطعها حتت صغيره تمام. وفي التوابل بتاعتي ملح، معلقتين ملح ومعلقتين عليهم عباره عن التوابل انا عاملاها مع بعض، شطه وكمون وكزبره وفلفل اسود، وحبه بسيطه خالص اللي هي الحبه اهي دي، بس هي توابل المحشي، انا ما بزودش حاجه عن كده. وفي عندي ال5 حزم الخضره اللي احنا اتفقنا عليهم. وفي عندي في حدود 5 بصلات تمام. وفي مج كبير صلصه ديت انا بحطها عشان خاطر تلون الخلطه بتاعه المحشي. وفي كيلو ونص رز انا دلوقتي هغسله وهضيفه على الخلطه ديت تمام. ومقدار مج بردك زيت، انا بحب احط زيت ذره او زيت دوار، ما بحبش احط سمنه في المحشي. في ناس بتحب تاكل المحشي تقيل ديت، حط بقى مقدار السمنه اللي انت متعوده عليه في بيتك. هحط المكونات دي كلها على بعض وهوريكم الشكل النهائي لخلطه المحشي. ده شكل الخلطه لما خلصتها اهي
وقلبتها كويس. انا كده هو زودت 5 فصوص توم دقتهم، شويه ملح صغيرين، وحطيت قرن فلفل حامي قطعته نصين. تمام، انا ما بحبش يعني ما بحبش ادوقه وما بحبش اقطعه عشان خاطر ما يرميش السخونه بتاعته في الخلطه ديت، لان انا عندي ولادي ما بيحبوش الحاجه حاميه. هنبدا نقطع بقى الكرنب مع بعض، وهنبدا نلف نحشيه ونلفه ونرصه في الحله. وبكده يا حبايبي انا رصيت المحشي تمام في الحله. وعشان اسقيه انا الحله ديت حطيتها خلاص على النار، وحطيت لها الشوربه بتاعتها او الميه بتاعتها. لو عندك شوربه لحمه اسقيها بيها تمام. لو ما عندكيش شوربه لحمه هتعملي ايه؟ هتعملي نفس الحاجه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. بصي يا حبيبتي، انت بتجيبي شويه ميه ومعليهم معلقه صلصه وملح وفلفل وتوابل، نفس التوابل اللي انت حطيتيها فيها تمام، وبتقلبيها كويس. وبعدين بتروحي تحطي الحله على النار وتروحي تسمي الله كده، وتروحي منزله تمام كده. لازم بصي عشان خاطر الميه بتاعتك ده مش رز، الرز احنا بنغطي الرز، لكن بالنسبه للمحشي انت بتسيبي صف من المحشي وبتبقى الميه. بصوا معايا هنا يا رب، معلش عشان بس البخار بتاع الحله طالع عليها فمش مظهر. الميه بتبقى قبل اخر صف، وبعدين بتغطي عليها وبتقعد لغايه لما تبدا تغلي وتوطي عليها. اول ما بتوطي عليها بتسيبيها ربع ساعه على النار، وبعدين بتختبري صابع منها. لو لقيتيه استوى بألف هنا وشفا، ما لقيتوش استوى سيبيها على نار هاديه لغايه لما المحشي بتاعك يستوي. وفي حاجه ثانيه برضك عايزه اقول لكم عليها بالنسبه لشويه الرز اللي بيفضلوا، وكمان بيفضل زي هرد كده من الكرنبه بتاعتي. هل ارميهم؟ لا يا حبايبي، انا بجيب شويه الرز اللي فضلوا تمام اللي هو رز الخلطه دوت، وبقطع معاهم بقيه الهرد بتاع المحشي بحتت صغيره خالص، بحيث ان هي تبقى شكلها حلو في التقديم. وبألف هنا وشفا. بحط لهم شويه ميه بردك، مش ميه كتير، بس بيكون اكتر شويه من الميه بتاعه المحشي تمام، لان ده رز وفيه حتت صغيره من المحشي وفيه الخلطه، فلازم بياخد شويه ميه اكتر من المحشي. وبقفل عليه بألف هنا وشفا، وهوريكم ان شاء الله في التقديم مع الفرخه المشويه.